حضراتكم جميعا. النهارده سيشن مختلفة، أو بمعنى صح متعودين إن إحنا كل سبت نعمل سيشن تكون لايف، بس أنا قررت الفترة اللي جاية إن شاء الله هنخليها ريكوردد. إحنا الحمد لله مستمرين بشكل منتظم شهرين، بشكل بنعمل سيشن لايف سيشن كل أسبوع أو كل سبت بمعنى صح. مع كانوا 3 شهور، بس كان في منهم حوالي 4 أسابيع مش عملنا فيهم سيشنز يعني. فبالظبط كلهم حوالي 8 سيشنز قدام اشتغلنا عليهم. النهارده بنعمل السيشن المكمله ليهم كلهم، بحكم ان احنا اتكلمنا على البي تو بي سيل سايكل بشكل كامل من اول الليد جنريشن لعند الكلوزنج. فانا شايف ان السيشن المفروض ننهي بيها السلسله دي هي ازاي نقدر نعرف ان احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، وازاي نحط لنفسنا المعايير اللي نقيس عليها ادائنا ونتاكد ان احنا في الاتجاه الصحيح. ده كده بمنتهى البساطه. يبقى النهارده هنركز على ايه الكي بي ايز الاساسيه بالنسبه لنا، اللي بناء عليها نبدا نحكم هل احنا ماشيين بشكل صحيح ولا لا، وازاي نقيس ادائنا اول باول. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا السيشن بتاعتنا. يعني الناس ما تعرفنيش سريعا، انا اسامه ابو عزب، شغال سينيور ديجيتال ترانسفورميشن كونسلتنت في شركه ازير. شركه ازير شركه سعوديه، بنشتغل على برودكت او ساس برودكت اسمه ازير. بنقدر نساعد الشركات والمؤسسات ان هي تدير وتشغل عمليات التواصل مع عملائها بشكل كامل، وتحول عمليه التواصل الى ريفينيو حقيقي او الى مكسب حقيقي للشركه، مش مجرد رد على العميل على استفساراته والكلام ده كله. في الاخر احنا بناخد استفسار العميل ونحوله لريفينيو حقيقي للشركه. ده كده بمنتهى البساطه. الحمد لله قدرت اسال اكتر من 10 شركات ان هم يعملوا الجي تي ام استراتيجي بتاعتهم. الحمد لله كان عندي اكتر من شركه في مجال التدريب زي نوبل اكاديمي ويون بلانتس. وحاليا اتجهت لي ان انا اشتغل في الشركات بعد شغل دام في الشركات اكتر من 5 سنوات. قررت انزل على يعني ان انا ابيع شركاتي وانزل اشتغل في شركات تانية. الحمد لله عندي اكتر من 7 سنوات خبره في السوق المصري والسوق السعودي. مركز اكتر على حاليا على السوق السعودي، بحكم ان ده اللي خبرتي فيه اكتر كبي تو بي. كفايه كلام كتير، يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا مقسم السيشن بتاعت النهارده، مش هنطول ان شاء الله، الموضوع يكون باذن الله يعني مش هاخد مننا وقت كبير جدا. بس انا مقسمه ليه 3 مراحل اساسيه. اول مرحله ان احنا ازاي اصلا نعمل زي مابينج، او خلينا نقول تفصيل لمراحل البي تو بي سيل سايكل بتاعتنا، ونبدا ندرس كل مرحله ونشوف كل مرحله ايه اهم المعايير اللي المفروض نركز عليها في المرحله دي. فرقم واحد هي ازاي نفصل السيلز فانل بتاعتنا بشكل واضح، نعرف ايه الكونفرجن ريت او معدل التحويل من المرحله الثانيه الصحيح. تمام، واضح كده. هنركز على في الجزئيه الثانيه او في المرحله الثانيه على ان احنا ازاي نبني داشبورد نقيس فيها المراحل اللي احنا فصلناها دي، او مراحل السيلز فانل بتاعتنا بشكل كامل. الحاجه الثالثه هنبدا نعرف حاجه اسمها، او ان احنا ازاي نقيس بالارقام مش بالاحساس. انا كنت متعمد اقول الكلمه دي، لان احنا دايما متعودين ان احنا نمشي على، يعني في ناس كتير، الناس لسه بتبدا في المجال متعوده ان هي تمشي على هواها، او زي ما دماغها تجيب بتمشي. لا، ما ينفعش، لازم يكون في عندي ارقام بتحرك. ده كده بمنتهى البساطه. خلينا نبدا في اول جزئيه او اول مرحله معانا، هو تفصيل مراحل البي تو بي سيل سايكل بمنتهى البساطه. اول حاجه هنا ركزت عليها هي مرحله الليد جنريشن، لان البي تو بي سيل سايكل بتقسم مرحلتين اساسيين: مرحله الليد جنريشن، مرحله البي تو بي سايكل، او المرحله اللي بتبدا من اول ما يكون في انترستد ليد لعند الكلوزنج. كان عندي ايه؟ مرحلتين. المرحله الاولى ليد جنريشن، ان انا اجيب داتا العملاء وابدا ان انا اتواصل معاهم واوصل للعميل المهتم. مجرد ما وصلت للعميل المهتم، هنا دي النقطه الفارقه ما بين مرحله الليد جنريشن ومرحله الايه؟ السيلز، او مرحله الكلوزنج بمعنى صح. تمام كده، واضحه الرؤيه كده؟ ممتاز. نبدا هنا على الجزئيه الاولى او الشق الاول اللي هو الليد جنريشن. انا دايما في الليد جنريشن بركز على 3 معايير اساسيه. يعني بالنسبه لك اسامه، عشان اقيم نفسي واعرف ان شيء صح ولا غلط، ببدا اقيم 3 معايير اساسيين، اللي هم ايه؟ رقم واحد، انا دلوقتي بعت، كنت اتواصل مع العملاء بايميل، بمكالمه، بلينكد ان، كل الكلام ده كله. ببدا في البدايه اقيس الاوبننج ريت او الاوبن ريت، ان انا اعرف كم عميل اصلا شاف رسالتي، كم عميل رد على مكالمتي، كم عميل شاف الايميل بتاعي.
يبقى ده كده اول معيار بالنسبه لي. ليه المعيار ده بالنسبه لي مهم؟ بمنتهى البساطه لان انا ممكن ابعت ايميل ما يوصلش عدد كبير من الناس، او بمعنى صح يروح للسبام زي ما احنا اتعلمنا في الليد جنريشن سيشنز، فاكرين؟ قلنا خلي بالك انت ممكن الدومين بتاعك بتاع الايميل بتاعك يودي ايميلاتك كلها او معظمها للسبام. يبقى احنا كده ضمننا ان العميل مش هيشوف الايميل اصلا. فمعدل الفتح او الاوبن ريت مهم جدا اركز عليه وابص عليه. تمام كده؟ واضحه الرؤيه هنا؟ ده كده رقم واحد. المعدل الثاني او المعيار الثاني اللي هو معدل الردود الايجابيه. انا دايما في العاده بشوف كام واحد رد عليا في المجمل سواء ايجابي او حتى سلبي، وبعد كده اعرف منهم كام واحد ايجابي. لكن خلينا نختصر ونركز على الايجابيين لان ده اللي بيخلص معايا، او انا صح ده اللي بقدر استفيد منه دلوقتي في العمليه الحاليه او في الكامبين اللي انا شغال بيها دلوقتي حالا. تمام؟ فده كده تاني معدل او تاني معيار. تالت معيار بالنسبه لي هو معيار الاجتماعات. كم عميل حاجز اجتماعي؟ يبقى انا اول حاجه بشوف انا رحت وصلت لكام عميل. انا ممكن اكون بعت 1000 ايميل بس يوصل منهم كام؟ 50%، 40%، 30%. مهم جدا اتاكد ان انا وصلت لعدد كويس من الناس، او عدد كويس فتح الايميل بتاعي. تمام؟ بعد كده اشوف كام عميل هيرد عليا بشكل ايجابي. المعيار التالت المفروض اقيسه ايه؟ معيار كام عميل حجز معايا اجتماع. نبدا بقى خطوه خطوه في ايه المعدلات الطبيعيه او الكويسه المفروض ان انا اقول ان هي يعني كويسه، لو اقل من كده اعرف ان عندي مشكله. شوف، المعدلات اللي قدامك دي معدلات بناء على تجاربه الشخصيه في مجالات محدده. انا اشتغلت في اكتر من قطاع. اشتغلت في قطاع زي قطاع التدريب، اشتغلت في قطاع زي القطاع الخاص بالريل استيت كبي تو بي، او حاجه اسمها بنسميها مكاتب الاستشارات الهندسيه، المكاتب اللي بتبيع للبي تو بي للريل استيت اصلا. اشتغلت في قطاع زي قطاع الساس اللي انا شغال فيه دلوقتي. فالثلاث قطاعات دول كل قطاع ليه ارقامه الخاصه بيه، ليه ارقامه ايه الخاصه. لكن المعدلات اللي ظاهره قدامك دي عايز اقول لك هي متوسطات، او خلينا نسميها ايه، هو معيار مبدئي تحسب بناء عليه، مبدئي. وبعد ما تتمكن وتبدا تبعت اكتر من كامبين وتشتغل ويحصل بينك وبين عملائك تفاعل، ويحصل ان انت تتعرف على ناس شغالين في نفس مجالك تعرف معدلاتهم ايه، هتبدا انت لوحدك تحط لنفسك ايه الريتس الخاصه بيك، ايه المعدلات اللي تناسب مجالك. خلاص؟ يعني انا هقول لكم مثال. المعدلات دي خلي بالكم مش شرط الايميل. انا حاططها متوسط لكل حاجه، الايميل ولينكد ان والارقام او المكالمات، مع العلم ان انا اوقات ممكن اعمل ان انا القطاع اللي انا شغال فيه دلوقتي مثلا او الصناعه اللي انا شغال فيها دلوقتي، لو جيت بعت ايميلات حرفيا المعدلات الردود بتبقى قليله جدا جدا، بس عملت كل تجيب معايا نتائج افضل. واضح؟ في شركات تانية زي شركات خاصة بالاستشارات الهندسية، كنا بنبيع للريل استيت، كنا بنبيع لهم يعني إن إحنا نشتغل لهم على مشاريعهم الهندسية. كان الكولد كول بالنسبة لهم ما تنفعش، بس الايميل كان جامد. فأنت خلي بالك، هي دي معدلات متوسطات، لكن في المقابل اعرف إيه التشانل الأنسب لقطاعك، وده اللي إحنا اتعلمناه في السيشنز اللي فاتت، مش محتاج أتكلم عليه تاني. يبقى تاني، المعدلات دي متوسطات، قد انت تشتغل على معدلات مختلفه تماما عن دي، قد انت تعليها تكون اعلى من المعدلات او قد تكون اقل. لكن مهم جدا يكون عندك مرجع تبدا من خلاله، او يكون عندك نقطه تقارن بيها. وانت لوحدك بناء على تجاربك هتلاقي نفسك ايه بتفهم وتتعلم وتعرف ايه معدلات انسب للتخصص الخاص بيك. ده كده رقم واحد. طيب، لو اكتشفت ان المعدلات دي فيها مشكله، ببدا ان انا ايه، هتبدا هنا تركز على اكتر من حاجه اتعلمناها قبل كده وهقولها تاني. ايه الحاجه في كذا؟ لقيت الاوبن ريت بتاعي قليل. طب ما ابص على الدومين بتاعي، هل انا ببعت من عليه ايميلات كتير فاتحرق؟ طب هل انا كاتب عامل مثلا لما ببعت ايميل كاتب السبجكت لاين او العنوان بتاع الايميل قوي كفايه ان يخلي العميل يفتح الايميل اصلا؟ طيب بالنسبه للمكالمات، هل انا العملاء اللي بيردوا عليا، هل انا مثلا برن على الناس الصح، ولا انا برن على الارقام الغلط؟ فدي كلها امور بركز عليها، وبناء عليه ببدا احكم ايه الصح او الخطوه التصحيحيه المفروض اخدها في المرحله دي. المفروض ان انا اركز برضو على الاي سي بي، ان انا تيست اشوف قد اكون انا اصلا ببعت الاي سي بي غلط، فعشان كده ما بيجيش اي ردود، او بيجي لي ردود كلها سلبيه.
فاشوف مثلا لو انا ببعت للناس كل شويه حد يقول غير مهتم او مش مناسب لينا العرض ده، او مش مناسب لينا الموضوع ده اعرف ان انا ببعت للناس غلط في الغالب. لما الاقي معدل الردود الايجابيه اقل من الارقام دي، اعرف ان دي حاجه غلط، ان الارقام دي اصلا ارقام متواضعه، خصوصا في المكالمات ولينكدين. في الايميل ممتاز، تمام. في المكالمات لينكدين في مشكله عندك، خلي بالك. طيب، مع موضوع حجز الاجتماعات، نفترض ان انا الناس ترد علي بشكل ايجابي بس مش بيدخلوا معايا اجتماعات، خلاص يبقى الاوفر بتاعك او العرض اللي انت قدمته مش قوي كفايه ان هو يحفزك يدخل معاك ميتنج. فالمهم خد خطوه خطوه. اول مرحله لو هي قليله، زي ما قلت لك، ركز على عنوان الايميل او السبجكت لاين، اركز على ان انا اكلم الارقام الصح، مش ارقام اصلا بايظه، فطبعا مش هيكون في حد بيرد او مش هيكون في اصلا في مكالمه بتتم اصلا، صح ولا لا؟ طيب بالنسبه لمعدل الردود الايجابيه، لو هي معدلات قليله، ده معدل الايميلات يا جماعه. لو الكولد كولز لا، تكون اعلى من كده بكتير، ولو لينكدين اعلى من كده كمان. تمام. تاني، لو معدل الردود الايجابيه قليل، فهنا ايه؟ اعرف ان انا بتكلم عن الخدمه بشكل غلط او بكلم الشخص الغلط. ركز معايا، لما تكلم حد يقول لك والله لا احنا غير مهتمين، طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو شخص اصلا مش ده الشخص الصح المفروض تكلمه، او مش ده الشخص اصلا اللي مهتم بخدماتك، او مش ده الاي سي بي بتاعك. خلاص. طيب لو الناس لك ده انتوا جامدين قوي، انتوا ما شاء الله كويسين، برافو عليكم كويسين والدنيا تمام عندكم، طبعا والله ده الموضوع عندكم كويس، والله ده انتوا شركتكم جميله، طبعا تصدق ده خدمه حلوه قوي، بس ما بيحجزش اجتماعات. يبقى انت هنا وصلت للشخص اللي ممكن يكون فعلا مهتم بخدمتك بدليل ان هو راجل بيها، بس الاوفر بتاعك مش قوي كفايه ان هو يكون مختلف عن اي حد تاني هو بيتعامل معاه او هو مهتم يشتغل معاه. خلاص كده، ده كده اول مرحله او النص الاول من البي تو بي سيلز سايكل. النص الثاني اللي خلينا نسميه النص بتاع الكلوزنج، انا عميل، جبت عميل يعني مهتم دخل معايا ميتنج، خلاص كده. فانا هنا بقسمهم لثلاث اجزاء، بس انا عملت هنا اثنين ليه؟ لان مش كويس تعمل ديمو. يعني انا مثلا هنا عندي بيكون في من اجتماع لديمو، وفي من ديمو لايه؟ لعرض مالي، ومن مالي لايه؟ لاغلاق. يعني في مرحله في النص هنا الديمو، انا مش كاتبها ليه؟ مش كل الناس بتحتاج ديمو، مش كلهم. فانت حط الارقام اللي تناسبك عادي، بس انت اعرف متوسطات الكونفرجن ريت ايه. هنا مرحله الكلوزنج، انا جبت عميل مهتم، كم عميل من المهتمين يسمعوا مني طلب مني بروبوزل، طلب مني عرض فني، طلب عرض مالي، تفرق معايا. ده معيار بالنسبه لي مهم جدا. المعيار الثاني، طيب كم واحد من الناس اللي راح لها بروبوزل او راح لها عرض مالي او فني كانت مهتمه ان هي تشتغل معايا وتدفع بالفعل. تمام، واضحه الرؤيه كده. فده تاني ايه؟ تاني معيارين عندي، عندنا خمس معايير اساسيه بنركز عليهم. طيب، ايه المشاكل اللي ممكن تخلي الشخص يخش اجتماع بس ما يطلبش عرض مالي؟ قد يكون ان انت دخلت ما فهمتش احتياجه بشكل صحيح، ما عملتش كواليفيكيشن ليه صح، فبالتالي مش هيطلب منك عرض مالي، لان انت ما عرضتلوش خدمه اللي هو ممكن قد يكون مهتم بيها. او قد يكون ان هو عميل مش كواليفايد اصلا ان هو يطلب خدمتك، صح ولا لا؟ ويبقى صح. فلازم اعمل في الميتنج الكواليفيكيشن صح، بحيث هل ده فعلا اي سي بي بتاعي الصحيح؟ هل الراجل ده عنده بين بوينتس حقيقيه؟ طب لو عنده، هل انا اقدر احلها له واقدر ان انا اوفي له الاحتياجات دي؟ وهكذا. خلاص. طيب لقيت عندي ببعت عروض ماليه كويسه بس ما بقفلش حد، او التقفيل قليل او الاغلاق قليل، هنا ركز على اكتر من جانب. كلنا بنروح ليه، طب ما تلاقي السعر بتاعي غالي. طب مش ممكن ان انت بعت عرض فني غلط، مش اظهرت له القيمه الحقيقيه استفيدها منك؟ صح، مش ممكن، وارد. كلنا بنروح ايوه ده السعر بتاعي عالي، الاداره عندي بتعلي السعر عليا، انا هنا مش قادر ابيع عشان السعر غالي. يا حبيبي، اطلب من الاداره تبرير للسعر، قول لهم سعرت بناء على ايه وايه الفاليو اللي احنا هنقدمها عشان اوضحها لعميلي. انت مش رحت تهاجمهم، انت رحت تقول لهم، تقول لي سعرت بناء عليه شركه، يا شركتي المحترمه، عشان وانا بتكلم مع العميل اقول له تبرير السعر، او اقول له ايه الفاليو اللي هيحصل عليها من السعر اللي احنا قدمناه.
طب نفترض ان الاداره مديك سعر وفاليو حقيقيه لكن ما اشتراش، هل انت اصلا عرضتها بشكل صحيح كفاليو ولا لا؟ تفرق معايا. انت عرضت الفاليو بشكل صحيح ولا مجرد رحت عرضت على العميل دي السعر بتاعنا كذا ونقدم كذا؟ طيب اللي هتفيدني بايه الكذا دي او القيمه بتاعتك دي او الخدمه بتاعتك دي هتفيدني بايه؟ طب هتغير ايه في شركتي؟ ايه الار او اي او العائد على الاستثمار منها اصلا في شركتي؟ انا هستثمر معاك 10000 دولار هيرجعوا لي قد ايه بالظبط؟ وهكذا. فكلنا بنروح ليه؟ ده انا الشركه عندي سعرها غالي والعميل ما بيشتريش فبالتالي بيضيعوا مني عملاء. طب هل فكرت تركز على الفاليو تعرضها بالشكل الانسب؟ هل فكرت تقول للعميل السعر ده هيعود عليه بايه؟ ايه الار اي بتاعه؟ معظمنا بيروح يحس انه يرمي لوم على الشركه عنده، مع العلم ان في شركات كتير فعلا مسعره غلط او مسعره بشكل اللي هو بسعر غالي غير مبرر. واضح؟ وعايز يبيع سعر غالي خالص، انا رايح للطبقه الاي كلاس او للشركات الكبيره. هو اصلا مش فاهم احتياجات الشركات الكبيره، مش فاهم هم محتاجين ايه، مش فاهم هم بيدفعوا على ايه، عايز يدفع، هو مفكر ان السعر هو اللي هيخليهم يجوا له. لا طبعا مش السعر اللي هيجي، عشان انت فاهم احتياجاته، فاهم هو عايز ايه وتقدم له فاليو حقيقيه. صح ولا لا؟ ده كده الجزء الخاص بايه الكي بي ايز الاساسيه. احنا قلنا عندنا 5 كي بي ايز اساسيين، اولهم الاوبن ريت او معدل الردود عليك، او بمعنى صح معدل ان الناس تفتح اصلا المكالمه معاك او تفتح لك باب في الايميل او حتى لينكد ان. وبعد كده معدل الردود الايجابيه، وانا عايز اركز هنا على حاجه مهمه ان المعدل ده خاص بالايميل. المكالمات مختلفه، يعني انا هقول لكم مثال. انا عارف حد بيبعت 300 مكالمه او بيعمل 300 مكالمه، بيرد على ال 300 100 عميل. كم واحد انترستد من 100 او بيتحول على الشخص المعني خلينا نخش مع الميتين؟ تخيل معايا كده، اللهم بارك ربنا يوفقه ويزيده. 30% او 10% من الاجمالي. 30% من ال 100 اللي ردوا او 10% من اجمالي عدد الارقام اللي عنده. تخيل رقم، اللهم بارك. فاحنا هنا ليه انا قلت الحته دي؟ قلت عندي ارقام او مكالمات مختلفه شويه، ولينكدين هتلاقي اعلى شويه، ممكن تلاقي ضعف الرقم ده لينكدين. خلاص. وهرجع اقول تختلف من الصناعه للثانيه. يعني اقول لكم مثلا الصناعه فيها حرق، محترم طبعا عشان الناس شغاله في الصناعه دي فيها حرق. بمعنى ايه؟ الكولد كوز فيها صعبه شويه زي الماركتنج مثلا، في اكتر من تريجر تدخل بيه للعميل او اكتر من هوك تدخل له بيه. بس في موجود منهم كتير جدا في السوق، ناس كتير دايما بتعمل كولد كولز، فبالتالي معدل الردود بيرد عليك بس بيقفل وشك التليفون، مش بيديك عرض ايجابي. فالردود، فالعدد اللي هو 30% اللي انا قلت لك عليه ده خاص بمجالنا الساس برودكت، في مجال خاص بقنوات التواصل او الكوميونيكيشن شانلز خاصه بالعملاء. تمام كده؟ واضحه الرؤيه يا جماعه؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني اللي قلنا عليه نركز في الكلوزنج هو كم عميل هيدخل من اجتماع يطلب بروبوزل، كم عميل هيبدا انه يقفل معايا بعد ما ياخد البروبوزل، وهكذا. خلاص. طبعا مع حفظ طبعا كل مرحله من دي او كل كونفرجن ريت بيحصل هنا في فترات بتتم، يعني عشان يتحول من ميتنج لبروبوزل او بروبوزل لكلوزنج في هنا فترات. فاحنا هنا ايه؟ نتكلم على الكونفرجن ريتس نفسها، لكن الفتره اللي بين كل مرحله والتانيه طبعا بتختلف من مجال للتاني عادي جدا. طيب انا عندي مثلا في الشركه اللي انا فيها دلوقتي مختلف عن الشركه اللي كنت فيها قبل كده واللي قبلها وهكذا. فهي مش ملهاش ايه فترات محدده او متوسط وقت للديل بمعنى صح. قد يكون ليك متوسط في مجالك انت، كل مجال ليه متوسطات خاصه. طيب نيجي بعد كده للمرحله الثانيه وهي مرحله، معذره، مرحله الداشبورد. انا هنا اتكلمت على المراحل بتاعتي ومعدلات تحويل خاصه بيها المتوسطه. هنا دلوقتي عايز بقى معاك اعمل داشبورد بسيطه اللي من خلالها اقدر اقيس ادائي اول باول. عملت لك هنا فايل جميل. الفايل ده جوجل شيت كده بسيط هشاركه معاكم ان شاء الله بعد الاجتماع باذن الله. وبرضه لو في حد يسمعنا دلوقتي على يوتيوب حابب ان انا اشارك في الديسكربشن بحسب لكم اللينك يعملوا داونلود. بسم الله. ده كده بس ايه ملف كده بسيط بيبدا يوضح لك ازاي انت ممكن تراقب شغلك. الارقام دي ارقام بس ايه يعني على سبيل المثال مش اكتر. انت حط ارقامك الخاصه بيك. خلاص. يبدا يشوف معدات الخاصه بيك وهكذا. طبعا الارقام دي انا ممكن اعتبرها على الايميل. الارقام دي على الايميل. انت ده هشرح لك كده سريع عشان دلوقتي تفهم الفايل فين. هنا كم عميل انت كلمته،
كم ايميل انت بعته. هنا عدد المرات التواصل، يعني انت هنا كل عميل حصل بينك وبينه تفاعل مرتين، مره اولى وفولو اب مثلا عليه. خلاص، اللي هو ده اجمالي محاولات التواصل. خلاص، المره ده عدد الردود الايجابيه هتلاقي حوالي 5% من اجمالي الايه، من اجمالي الايه عدد الايميلات. ده رقم ممتاز على فكره في الايميل، ده رقم ممتاز. بصوا يا جماعه، هتلاقي ناس جايبه لك كده داشبورد جميله، بعت لك 1000 ايميل ويرد عليهم مثلا نسبه عاليه جدا او بوزيتيف ريتس عاليه جدا، بس مش هيقول لك ان دول ناس هو عارفهم او يعرفوهم، او هو حد مشهور قوي في السوق وهو كان بيتفاعل معاهم قبل كده فبعت لهم. فلما بعت لهم شافوا ايميله وردوا عليه، يعني في معرفه سابقه او في حاجه بتربطهم ببعض. فلما تلاقي معدلات التحويل الخاصه بيه البوزيتيف ريبلايز هنا عاليه او اجتماعات عاليه، اعرف ان هو ايه، في حاجه غلط، في حاجه هو ما قالكش عليها. بلاش ننبهر يا جماعه زياده عن اللازم. الانبهار ده بيحبط ناس كتير، واللي عرض الشغل من مصلحته ما يقولكش، لانه عايزك تاخد انطباع عنه ان هو جامد كسر الكوكب، لان ده شغله وده شغله وده يعني اكل عيش. الامانه الناس اللي انا بحبها جدا في الجزئيه دي ايهاب درويش، ناس بحبها جدا، شاطر، لازم تتعلم على ايديه، تتعلم منه بشكل يعني مستمر، اللهم بارك يعني. فاحب اذكره بالخير هنا. والناس تعرض الشغل شغلها بشكل واقعي جدا، ما شاء الله عليه ممتاز يعني. فوجب ذكر الموضوع ده. تمام، نرجع تاني لكلامنا. فانا عملت كده المعدلات الخاصه بالايميل. انت حط معدلاتك الخاصه بيك وابدا ان انت احسب عليها، بناء عليه احسب ارقامك. فالداشبورد دي داشبورد بسيطه، حبيت ان انا اشاركها معاكم بعد الميتنج او بعد الناس اللي تسمع الريكورد ان شاء الله على يوتيوب. هبدا ان انا ابعت لكم اسيب لكم في الديسكربشن اللينك ان شاء الله. خلاص، ده عايزك بشكل اسبوعي تحط بنفسك معدلاتك اول باول او ارقامك اول باول. خلاص، وخليها مثلا كل كوارتر تحاسب نفسك. ممكن انها تلغي الاسبوع الخامس ده، حلو، وتخليه ايه توتال، وتبدا تخلي كل شهر بشكل منفصل عادي، وفي كل تشانل بشكل منفصل. ارقامك دي ايميل. انا قلت ايميل ليه؟ عشان انا عايزك مثلا تعمل تابع للايميل، او هنا شيت الايميل وشيت تاني للكولد كولز، شيت مثلا ليه لينكد ان. لو بتشتغل على تشانل ثانيه برضه ضيفها. كل تشانل بيكون لها معدلاتها يا جماعه. صعب تلاقي تشانل بتتشابه مع معدات تشانل ثانيه، صعب جدا يعني. او انا على تجربتي صعب يعني. عندي كولد كولز ما شاء الله معداتها عاليه، عندي اللينكد ان معداتها كويسه، الايميل واقع في الشركه اللي انا فيها دلوقتي، لان هي طبيعه الخدمه اللي انا بقدمها مش انا اسمها اول ايميل لصناعات معينه انا بتارجتها. خلاص، ده كده بمنتهى البساطه. انا حتى هنا كاتب لك هنا ايه، قد تزيد الارقام وقد تنقص حسب ايه صناعتك وهكذا، عشان برضو الناس تكون ايه فاهمه الموضوع، بس دي متوسطات يعني. طيب نرجع تاني للداشبورد، هشاركها معاكم ان شاء الله. نرجع تاني لكلامنا. فموضوع الداشبورد ده هشاركه زي ما وضحت لكم. هدفه ان انت تحلل اول باول ارقامك، عشان تكون ماشي بعقليه الايه، الارقام مش الاحساس. مش بعقليه الايه، الارقام مش الاحساس. طيب، انا في حاجه كده بحب اقولها، وهي حاجه كده ايه بتزعل الناس. بلاش تضحك على نفسك ان انت تشتغل. يعني ايه؟ بلاش تقول لنفسك ان انت شغال. مش هلاقي حضرتك طول الاسبوع او طول يومك او طول شهرك عمال تفرك كتير، وعمال تحرق كتير على الفاضي. يعني ايه حرق على الفاضي؟ عمال تتنطط فوق وتحت، عمال تتنطط بين اقسام الشركه على الفاضي، عمال ما اعرفش يا ليك عمال تنزل بوستات كتير على السوشيال ميديا وخلاص، عمال تحرق في بتعمل عمال يعني ايه، تحرق في ما اعرفش تقول لي مثلا عملت مثلا تعملي ديزاين ما اعرفش لكمباني بروفايل، عمال تحرق ما اعرفش في ان انت تدخل نفسك في تاسكات اداريه ملهاش اي لازمه، وشغلك اصلا مطلوب منك انت كارقام فعليه اخر الشهر. ولا ما اعرفش ساحب نفسك في بتعمل تقول لا ده انا بعمل مع خطه جديده هخترق بيها الكوكب في مجال السايبر سيكيورتي. لا يا حبيبي، انت بتعمل ايه؟ انت كسيلز او كبي تو بي سيلز شغلك يعني تواصل. لو ما عملتش ارقام، ما عملتش اجتماعات، ما بعتش بروبوزلز، ما دخلتش مع الناس ديموز، ما قفلتش ديلز، يبقى انت ما اشتغلتش. اي مهام تانية اداريه ومهام تانية تشغيليه بالنسبه للاداره عندك مالهاش لازمه. المدير يقول لك ايوه برافو عليك، عملت لي ايه ده، كم بروفايل جديد، طورت لي في كم بروفايل، طورت لي ما اعرفش في ايه في الشركه، طورت لي خطه هنخترق بيها المريخ.
حلو، بس اخر الشهر مش هيرحمك في الارقام. اخر الشهر مش هيقول لك برافو عليك عملت لي كام دولار جديد، مش هيقول لك برافو عليك عملت لي ما اعرفش ايه جديد، طورت لي جديد في الشركه، لا، ده هيقول لك فين اللي انت جبته، فين ارقام حضرتك، ده اللي هيقول لك عليه. فلو حضرتك واقف في فخ الانتاجيه الوهميه، احب اقول لك ان انت تيجي اخر الشهر اقفل على وشك. مش بس كده، هيكون في حاجات تانيه هتزعلك. هتقول شوف محدش بيقدر، لا يا حبيبي، انت مطالب منك فلوس، طالب منك مهام، طالب منك ان انت تعمل انشطه بيعيه. يعني انشطه بيعيه، اعمل مكالمات، اخش ميتنجز مع العملاء، ابدا اوصل لفرص اكتر، ابدا ان انا اقفل ديلز اكتر، اخش ميتنجز اكتر، وهكذا. فده اللي هيجيب لك فلوس، ده اللي هيكسبك. خلاص. لو انت تعمل مهام تانيه تشغيليه، اعملها في 10% من يومك، اخر نص ساعه من يومك، اخر ساعه من يومك بالكتير خالص، ده لو هتعملها. مش تعملها خلاص، ركز بقى في شغلك بقى في مبيعاتك. خلاص. فخ الانتاجيه ده او وهم الانتاجيه، بلاش ايه تضحك على نفسك بيه، عشان انا عارفه، عشان كنت بضحك على نفسي من زمان. خلاص. خلاص. الجزء الثاني اللي هو ايه؟ موضوع القرارات، او ان انا اخد قرارات بناء على ايه؟ مشاعري او بناء على عواطفي. بمعنى اجي مثلا اخر الشهر الاقي نفسي آه، آه، جبت مثلا نفترض ديل واحد اخر الشهر مثلا، اخر الكوارتر، ايا كان حسب صناعتك تاخد وقت قديش تقفل فيها الديل. فالصح ان انت تقول اه ده رقم، ده ديل واحد، والديل ده طلب مني على الاقل كل كوارتر ثلاث ديلات بمتوسط كل ديل 10000 دولار، يعني 30000 دولار في الكوارتر مثلا. تمام. فتقعد تلوم نفسك، تقعد تزعل وعليك بتبكي على الاطلال، لا طبعا مش ده الصح. الصح ان انت تحسبها بشكل عكسي، حاجه اسمها مثلا الهندسه العكسيه لشغلك. انت حققت ديل واحد، اه حلو، ده اللي انا عايزه منك. طيب عشان توصل للديل ده ابعت كام بروبوزل؟ اه ده انا بعت حوالي 10 بروبوزل. حلو. طب عشان توصل 10 بروبوزلز دول بعت دخلت كام ميتنج؟ افتكر دخلت حوالي 30 ميتنج يعني، او مثلا 20 ميتنج، 50% كان بروبوزلز. حلو 20 ميتنج. طب ال 20 ميتنج دول عشان تجيبهم، بعت لكام عميل او كلمت كام عميل كولد كول او بالايميل او ايا كان؟ اه انا افتكر ان انا كان جالي حوالي 50 رد ايجابي، دخل منهم 20 ميتنج. حلو. طيب ال 50 رد ايجابي دول كام واحد كنت كلمته وبعت له ايميل او حتى كلمت كل ايا كان؟ اه لا، كنت عملت حوالي 500 كولد كول، جالي منهم 50 ميتنج. حلو. اوبا، هنا بقى الرقم اللي عايز تركز عليه، ان انا عشان اجيب ديل واحد عملت كام كولد كول؟ 500. يبقى عشان اضاعف عدد الديلز اعمل ايه؟ اعمل 1000 كولد، اعمل 1000 كولد كول، مع التركيز على ان انا اركز على التصحيحات اللي على فوق. لو معدل تحويل من العميل بيشوف رساله ما بيردش، يعرف ان انت عملت ايه؟ مش عملت الاوفر الصح، مش عملت الخدمه بالشكل الصح، مش عملتها بالشكل اللي يناسبه، وهكذا. دخلت ميتنج ما طلعش بروبوزل، فانت نفس ده ما عرضتش ايه؟ الخدمه الصحيحه، او ما عندوش احتياج اصلا، او عملت كواليفيكيشن غلط، وهكذا. فانت راجع ايه؟ الخطوات التصحيحيه لكل مرحله بتاعك عليها، زائد ضاعف ارقامك. انا يوم كل 8 ساعات، خلال 9 ساعات، 10 ساعات، خليها اكتر من كده عادي. بتشتغل 8 ساعات بس تواصل، خليها 8 ساعات، 8 علي على قدر الامكان. مع التصحيح، الهندسه العكسيه تنفع على الاقل لما تتزنق زنقه صعبه. في ناس ممكن توصل لرقم ما يعجبهاش، هتبدا ترجع تاني لورا، تشوف معدلاتها ايه، تبدا تضاعف معدلاتها. زي ما قلت لك دلوقتي، لقيت ان ال 500 مكالمه اللي يجيبوا لك دي الواحد، خلاص اعمل 1000 مكالمه. خلاص. انا عارف انه مش سهل، بس مع مضاعفه حجم التواصل، زائد عملت توصيات ان انت عدلت من كل مرحله، وبدات ان انت تركز ازاي تعمل كونفرجن المرحله الثانيه، تشوف ايه الاخطاء اللي انت كنت واقع فيها وتبدا تعدلها وتحسنها. هتلاقي نفسك ايه؟ لما تضاعف معدل التواصل، مش هتضاعف عدد الديلات، بالعكس، ده انت لو ضاعفت مثلا التواصل مثلا لاثنين، هتلاقي الديلات قفلت مثلا، هتلاقي مثلا الديلات معاك قفلت اربعه او قفلت ثلاثه. ليه؟ لان انت ضاعفت التواصل، زائد ايه؟ خليت جوده التواصل اعلى، حسنت اكتر، وهكذا. واضحه الرؤيه كده يا جماعه؟ واضحه ازاي بنبدا نحسبها كارقام او هندسه عكسيه؟ ممتاز. دي حاجه انا بحب ان انا اعملها، فحبيت ان انا ايه؟ اشاركها معاك. طيب كده احنا وصلنا لاخر السيشن النهارده. اتمنى كنتش اتاخرت عليكم، بس كده ايه، عايز اقول نصيحه. انا كل سبت بقعد، تمام، يعني مش شرط 15 دقيقه، ممكن 15 دقيقه يخلصوا الموضوع يعني.
بس انا بقعد اكتر من كده بصراحه. بص كده على شغلك، وراجع ارقامك، وشوف اللي انت عملته صح واللي انت عملته غلط ايه، وابدا ان انت حط في الحسبان ازاي تعدل الحاجات دي في الاسبوع اللي بعده. يعني مثلا لقيت نفسك الاسبوع اللي فات قصرت فيه معيار من المعايير اللي اشتغلنا عليها، ابدا حط في خطه الاسبوع انت تحسن المعيار ده او تشتغل عليه اكتر. لقيت ربنا كرمك وحققت نجاح ما او قفلت عديت كويس، ابدا شوف ايه سبب التقفيل ده. خلاص. وبناء عليه ابدا ان انت تهتم بيه اكتر في الاسابيع اللي جايه او الاسبوع اللي جاي. دايما كل اسبوع افتح الاكسل شيت ده، حط ارقامك وابدا اتبعها اول باول. يبقى احط ارقام الاسبوع، زائد كمان مش بس ارقام، اشوف ايه اللي نجحت فيه وايه الحاجات اللي كان فيها مشاكل، وابدا المشاكل احلها، واللي نجحت فيه ايه ازود عليه اكتر او ان انا اهتم بيه اكتر. لان دايما اهتمامك بنقطه قوتك هو اللي بيضاعف لك مكاسبك وارباحك. حبيت ان انا اشارك معاكم سيشن النهارده مهمه جدا يا جماعه. حد عنده سؤال يسيب لي في الكومنتات، لو شافني على يوتيوب، لو حد من الناس هتشوف الريكورد على الكوميونتي بتاعنا تعرفنا على الكوميونتي ان شاء الله او على الجروب بتاعنا. سعيد بسيشن النهارده، بجد سيشن مهم جدا. اتمنى تركزوا على كل كلمه انا قلتها، واتمنى لو في حد عنده اي سؤال يبعت لي بشكل على الكوميونتي او حتى بشكل شخصي، انا معاكم في اي وقت. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.